بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم طبعا الكرام، ومرحبا بكم وحبابكم ألف في فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو عن عروكة أو دلكة الحلمر. والحلمر أو الأبريق هو مشروب سوداني تقليدي عادة بنشربه في رمضان، وبيتكون من عدد من الحبوب ذات الذرة والدخن والكركديه وبعض البهارات والأعشاب، وعنده قيمة غذائية مهمة جدا. العروكة بنعملها بعد تصفية الأبري وأخذ المادة اللي فيه وعمله كعصير. البقية منه ما بنرميه، بنحتفظ به عشان نعمل به العروكة حقتنا. واللهم بلغنا وإياكم رمضان، وعنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. وإن شاء الله يجدكم رمضان بخير وصحة وعافية، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. ربنا يحفظكم جميعا. طريقة عمل العروكة كالآتي. طبعا زي ما قلت، بغاية الأبري بعد تصفيته بيكون تماما ما فيه أي نوع من التوابل، وبنقوم بغسله تماما لو فيه أي بقايا، ويفضل لنا من غير لون أو رائحة بقدر ما نستطيع يعني. فبنحتاج للكمية المتوفرة عندك من الأبري، تقريبا ديل طرقتين أبري. وبنحتاج إلى فنجان سكر وفنجان دقيق أبيض إذا توفر، أو سميد، أنا استعملت السميد. وبنحتاج أيضا إلى بن، بإمكانك يعني ترك البن إذا ما توفر لديكي. إذا توفر كاكاو ممكن تعمليه، ولو ما توفر برضو ما بيضر كتير أو ما بينقص من وصفتنا كتير. طريقة عمل الوصفة دي المكونات فقط. طريقة عملها في إناء على النار بنضع الأبري، وبنضيف له المواد، وبنضيف له ماء مناسب بحيث إنه قوامه يكون أشبه بالكريمة الثقيل نوعا ما، يعني ما تكون جامدة وقوية ولا تكون خفيفة أشبه بالماء، لا تكون وسط. ونبدأ نحرك المواد دي في النار لغاية ما تمتزج كل. كلها مع بعض ونحس بيها تقلت شوية، حنطفي النار. وبعدها حنتركها تبرد حرارتها قليلا عشان ما تحرق علينا الخلاط، ونضعها في الخلاط ونخلطها ونحتفظ بيها في التلاجة، بتقعد معانا أسبوع أو أكثر. وممكن نجمدها في الديب فريزر أو في الفريزر بحيث إنه نطلع شوية شوية ونستعملها. طريقة الاستعمال زي أغلب نوع العروكات، بنفردها على كامل الجسم وبندعها تجيف قليلا، وبعدها بنبدأ العرك ونطلعها من جسمنا. إذا استصعبت إنها تطلع ممكن نعمل لها قليل من زيت الزيتون عشان نطلعها به، لكن في البداية لابد إننا فوائدها كثيرة ومهمة. أول حاجة بتعمل على تفتيح البشرة بصورة واضحة، وبتنظف البشرة من الشوائب والغشور، بتنعم البشرة، بتحسي إن البشرة نضرة وجميلة ولونها فاتح جدا، بجد جميلة ومجربة وبتنفع للعرايس. وبيعملوها للدخان بصفة خاصة، بتطلع الدخان بصورة جميلة وبتخلي لون الجسم جميل جدا. فحقه ما تهدروا المواد، وما تسمعوا أي آراء خارجية تقول لك مثلا عشان التوابل اللي فيه وكده، لا، التوابل بتروح تماما كعصير والباقي بيتغسل. جربيها
ولو ما نفعت معك احكمي، لكن ما تحكمي من آراء الآخرين. ودايما أنا عندي قاعدة بقول إنه الحاجة النافعة معاكي يمكن ما تنفع مع غيرك، والعكس. فكل شخص يحكم على نفسه وبس كانت دي حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إنه يكون وصل معلومة ويكون فيديو مفيد بالنسبة لكم. إذا أعجبكم الفيديو رجاء ما تنسونا من اللايك ومن الدعم ومن الشير. أعملوا شير للفيديو في الواتساب والفيسبوك، وجزاكم الله خير. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله، ودحتكم الله وفتكم بعافية.